السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان والاخوات. في هذا الفيديو الاخوان اللي غادي يكون اول حلقه من سلسله تخليط اي الاخوان، واحد العصير واحد الباناش ديال التخليط هذا المغرب او اخبار المغرب الاخوان. غادي نتكلموا على فيديو واحد ما غاديش نطول عليكم بزاف. نبداو بالخبر الاول الاخوان، واللي غادي نسموه حنا رساله مشفره للمسؤولين ديال البلاد. ملي كنقول المسؤولين ديال البلاد فانا يعني هنا كنقول المسؤولين ديال البلاد كاملين، فهي رساله ليا لانهم الاخوان كان واحد الوقت اللي بداو كيمنعوا عنا الماء، بداو كيقولوا بانه غيتحبس عنا الماء، حبسوا هما الماء من الارض. جا الله سبحانه وتعالى رزقنا بالشتاء، رزقنا بالثلج، رزقنا بالخيرات كاملين، ولا الماء في الارض او في المياه الجوفيه حتى هي ولا فيها الماء. يعني الماء ما بقاش غادي يتقطع. الحاجه الثانيه الاخوان واللي هي كنشوفوا في الغلاء المعيشي، يعني المغاربه ما بقاش عندهم القدره باش يتقداو الخضره او الدجاج او اللحم. جاو ثاني يعني بداو كيغليو او ما بقاش كيبغيو يخرجوا كاع التصريحات، كيقول لك اثمنه في البرلمان وحنايا اللي كنتقداو وحنا كنتقداو بحالنا بحالكم. وملي كنجيو للارض الواقع الاخوان كنلقاو هاد الاثمنه اللي كيقولوا هما في البرلمان ما كايناش كاع، يعني في الارض الواقع اللي كنتقداو منها حنا، بحال هما عايشين في بلاد وحنا عايشين في بلاد. الان الاخوان يعني الله سبحانه وتعالى عطانا الشتاء، الخضره بدات كتوجد الاخوان، يعني الاثمنه حتى هي بدات كترخص، فهذا كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه الاخوان اللي غادي نتكلموا عليها دابا واللي هي ميمي. من نقول ميمي، الميمي القلب الكبير. كنا لاحظنا بان ميمي الاخوان مشات دارت واحد المبادره من المال ديالها الخاص الاخوان، وخسرت فيه بزاف ديال الفلوس، دارت بزاف ديال القفات. ديك القفات الاخوان اقل شيء اقل ثمن غادي يكون فيهم هي واحد 500 درهم. ناضوا شي مسؤولين ديال ديك المنطقه او ديك القبيله منعوها وبداو كيصوروا فيها وبداو كيبتزوها ولاو باغيين يدوا واحد القيد، وبان ديك الماكله تقدر تكون متسمى. الا كانت متسمى فهي منين تقداتها من واحد البلاصه اللي هي معروفه، وهذيك البلاصه اللي معروفه الا كانت هذاك الشيء الماكله اللي تقداتها متسمى فانتم خاصكم تمشيو تراقبوا هذيك الاماكن. ماشي تجي تقول لي علق اللائحه وانت ما مقابلش هذيك الماكله اللي غياكلوها المواطن. هنا في كيبقى التناقض بيناتكم الاخوان. الحاجه الاخيره الاخوان اللي بغينا نتكلموا عليها وهي قضيه سعد المجرد. سعد المجرد اللي تحكم يعني مؤخرا بانه يعني كاينه تهمه، هذاك الشيء حقيقي، تحكم ب4 سنين منها عام الحبس و375 الف دولار اللي هي 375 مليون مغربيه، فهي غير مجرد صرف داير بيناتهم. يعني فيديو كليب واحد يخلص هذيك الكفاله ويشيط ليه الصرف. هادشي عادي، حنا مالنا. انت ما دورك في هذه الحياه اللي تبقى تسنى وتقلب على واحد عنده مشكل مع وحده في فرنسا وتثبتت عليه يعني التهمه، وانت يا مقابل هادشي قابل المشكل اللي عندك، هضر على شي حاجه اللي هي كتوشيك، ما تبقاش تهضر على شي حاجه اللي هي خاويه. سعد المجرد بحالك بحاله، غدا انت دير شي مشكل غتتابع قضائيا وما كاينش اللي غيهضر عليك. سعد المجرد راه عنده الفلوس، عنده ناس واقفين معاه، انت نساه هضر على شي حاجه اللي كتكون كتهمك. هذا ما كاين الاخوان. كنتمنوا بان الرساله ديالنا تكون واضحه والفيديو يعجبكم. الا عجبكم الاخوان خلونا في يعني في التعاليق واش نبقاو نديروا بحال هذه السلسله اللي هي سلسله التخليطه. هنا كون وصلنا هذا الفيديو ان شاء الله.